رزق ربنا هيوفقه كده. ربنا يوفقكم جميعا، بس كل واحد دايما يدي طاقه ايجابيه لنفسه، وطالما انت نيتك صادقه مع العميل هتعرفي تحققي حاجات كتير قوي. انت خدتي المعلومات الكويسه ليكي واشتغلتي عملي، ان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا واتمنى لكم الخير باذن الله. كوثر. انا حابه اشكرك جدا بجد، وشكرا جدا للمكان، بجد المكان تحفه وروعه، انت من احسن الشخصيات اللي قابلتها في حياتي بجد، بتقدمي خدمه ممتازه، المكان فوق الخيال. حابه اشكر مستر محمد وهاجر وحسناء وسلمى وكل اللي شغالين في المكان، بجد انا استفدت جدا هنا. انا كنت داخله هنا انا فاتحه بس مش كل حاجه، الميك اب ما كنتش اعرف عنه اي حاجه، خدت كورس الميك اب هنا واستفدت منه كل حاجه، والحمد لله مفيش حاجه ناقصاني، وخدت كورس الكوافير هنا كان ناقص معايا حاجات كتيره فيه واستفدت بيها، وبجد شكرا لحضرتك جدا. منال صلاح. انا بشكر حضرتك جدا يا مصلحه، وبجد انت حد جميل قوي قوي، وبجد انا كنت جايه المكان هنا زيرو خالص، مفيش اي حاجه، نو ميك اب نو كوافير، طالعه الحمد لله بفضل حضرتك بعد ربنا طبعا، عارفه كل حاجه فاهمه كل حاجه، ومن كتر ما انا فعلا قدرت ان انا افهم واستوعب الحمد لله ربنا وفقني وقدرت افتح مكان في نفس الوقت اللي انا كنت ابقى فيه هنا في الكورسات، وطبعا ده بفضل ميس ضحى وبدعمها، وكانت على طول بتدعمنا بده كله. بشكرك جدا من ده. انا حبيت افتح مشروع، فاول حاجه فكرت فيها ان انا اعمل ايه بعد فكر كتير، فقلت افتح موضوع الفواكه. بجد ما بحكي قصتي، سالت كتير وعرفت كتير، اروح فين واجي مبقاش عارفه، ودخلت على اكاديميات كتيره ورحت اكاديميات برضه، بس انا الحمد لله ربنا وفقني ان انا جيت المكان ده في ذاتي. احسن حاجه لقيتها يوفروا لك الماتيريال، يوفروا لك الموديل اللي تجري عليه، مش واحده بس زي في اي مكان وكلنا بنشتغل عليها، ودي حقيقه كل واحده بيبقى لها واحده، بتاخدي فرصتك كامله في التعليم. مس ضحى بشكرك بجد، يعني بتستحمل حاجات كتير قوي، بتاخد بالها علينا كتير قوي، جزاها الله خير. طبعا مستر محمد موفر لنا كل حاجه. اشكر حسناء واشكر هاجر وكل الطاقم المساعدين، صراحه المكان ربنا يبارك لهم، امانه مصداقيه، اتعلمنا حاجات كتير، ان شاء الله تبقى صاحبه دايما باذن الله. شكرا لكم. آية مصطفى. بشكرك جدا والله، انا كنت داخله ما كانش عندي امل ان انا اطلع عروسه او اطلع عموده او اعمل اي ميك اب خالص، بس بجد والله دعمك ليا وتعبك معانا وطول الكورس واحده واحده، انا كنت مبسوطه جدا، وبحب هاجر جدا لان هي تعبت معايا قوي، استحملتني طول الكورس، كل شويه مكالمات ليها وتعبت معايا جامد بامانه. شكرا لحضرتك جدا والله. Moi, c'est Saïda Doudou, je viens du Chef. Donc, j'ai fait la formation des make-up artistes dans l'académie qui se situe en Égypte. J'étais super contente parce que j'ai tout appris. Donc, maintenant rien me manque. J'ai tout appris. Et je me sentais que je suis devenue officielle en make-up artiste. Je vous remercie, vous tous, surtout Madame Douha Abouzet. Je la remercie beaucoup. Thank you. أنا صفاء عبد القادر من السودان. شكرا جزيلا لمصلحة، ما قصرت، كانت داعم أساسي في الكوافير، وشكرا للأكاديمية، وبجد استفدت كثير وحاجات خبرة يعني مميزة من مصلحة في السودان إن شاء الله.
partie من programme. عندي كنت عارفه فكره يعني بساعد اعرف اعمل بعض حاجات، بس حبيت الاكاديميه ان انا اتطور من نفسي اكتر وان انا اخد خبره اكتر ان انا اقدر افتح بيها اونلاين او اقف في مكان او افتح مشروع ليا. بحب اشكرك قوي في الاستاف الخارجي. بصي انا كنت جايه الاكاديمي اتصلت كتير بارقام كتير وما كنتش اعرف حاجه عن الكوافير خالص نهائي زيرو وفي الاخر انا اخترت الاكاديمي. هاجر زهقت معايا مكالمات، انا بورسعيديه مش من القاهره. هاجر تعبت معايا كتير جدا لدرجه انها كانت بتتصل يوميا بتطمن عليا وتقف معايا، وبجد انا بشكرها قوي بجد لانها حد من الناس اللي قلبهم حلو قوي. اتعلمت حاجات كتير، انا في حاجات ما كنتش اعرف عنها حاجه نهائي بامانه خالص زيرو. اتعلمت امسك استشوار ومكوى، عرفت تنظيف بشره، عرفت اعمل فورم، لف طرحه طبعا بما اني كريستيان فما فيش لف طرح نهائي، فكريستينا ساعدتنا كتير. فلا بجد انا مبسوطه جدا، وحضرتك حد من الناس اللي بجد يعني انا لو لفيت كتير مش هلاقي حد في طيبتك وبتستحملي وعندك طاقه كبيره قوي. ربنا يديك الصحه انك تستحملي معانا جنب الظروف اللي انت فيها، وبتمنى فعلا ان الكورس يبقى ليه ديول تانية وكده عشان ارجع تاني من بورسعيد واجي تاني. والله مكاني مش قاعده بس، لا انا عايزه كل مده تعملوا حاجه جديده عشان اجي برضه وانزل واهاجم فيه. وبجد انا مبسوطه جدا بالمكان والماتيريال وان انا اشتغل بايدي دي على حد. انا كنت بترعب جدا ولحد اخر وقت انا بترعب، لا بس انت اديتيني ثقه في نفسي ان انا اعرف اشتغل، وجربت على حد معايا في البيت. انا كنت طبعا مش بعرف امسك حاجه خالص، فان انا اعمل ده دي حاجه واو بالنسبه لي وانا زيرو. فميرسي جدا على محبتك الكبيره بجد، ومش عارفه اقول لحضرتك ايه. وحسناء كانت طول النهار والليل واقفه جنب مني، دايما بتساعدني بالمكان لان طبعا انا ما اعرفش القاهره خالص، ما اعرفش امشي فيها. حسناء كانت اللي هي الخريطه الداخليه بتاعتي، وهاجر كانت اكتر حد بتدعم. ميرسي جدا على اللي حصل هنا النهارده، وبجد مبسوطه جدا ان انا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله. سامية من السودان. الحمد لله يعني أنا جيت على الأكاديمية اللي هي KZK، والحمد لله حاليا يعني واثقة تماما من نفسي يعني أبدأ مشروعي بكل ثقة وفي أي مكان وعلى أي مستوى الحمد لله. وبنجد يعني كل من ترغب يعني في إن تبدأ مشروع جديد من نفسها أو بصيغتها وتحقق هدفها، فتجي هنا على طول على KZK. وخصوصا السودانيات الحاليا هم يعني مش عارفين يشتغلوا ايه ويعملوا ايه. طبعا هنا في مصر يعني الفرص ضعيفة جدا للسودانيات، فيعني أنا الحمد لله عن نفسي عن تجربة يعني واثقة جدا. فتعلمت هنا نظافة البشرة العادية والعميقة، تعلمت كل حاجة عن الشعر، النقوة، استشوار، وحتى لف الشعر، كيرلي، ويبي. هي حاجات يعني لسه احنا بالنسبة لنا يعني كانت بنعرفها بس كده بالشكل، لكن الحمد لله عرفتها يعني من بداياتها كلها. وكل يعني وحاليا ان شاء الله يعني حكون مواصله ان شاء الله حتى لما اتعلم ادخل الكورس الثاني بتاع الميك اب ان شاء الله. وحاليا هو كورس الكوافير. فبتمنى التوفيق لمس ضحى، والشكر كل الشكر لدولة مصر والمصريين عامة لنا يعني من جديد والامل من جديد، والحمد لله. ولكم كل الشكر والتفوق والتقدم ان شاء الله. أنا فيروس على جوابات كم إرتفاع. كوفير علمي
giornate يعني ضيف طريو عزمتين مستمعة رماتي تلف بشرة طمهيرة و رموش وزك طمنا كو نقرأ زمالتي thank you مستمع. السلام عليكم. أنا أسماء من السودان. تطور نفسي شديد وكنت حابة المشروع ده، والحمد لله أول الفكرة كنت بجد يعني الفكرة كانت صعبة شوية، والله العظيم شجعوني شديد إنه أنا واصلت، وكنت يعني مستغرب إن أنا أخش الموضوع ده، والحمد لله إنه أنا خشيت وبقى لي الموضوع حلو شديد واستفدت شديد والله العظيم وما شاء الله. بس الروحة لقيت باله طويل ما شاء الله تبارك الله، يعني علمتنا خطوة بخطوة، وكان عندي حاجات كثيرة ما عارفة، لكن الحمد لله والشكر الله من خشية الكوافير طبعا استفدت كل حاجة الحمد لله. تسلم يا حبيبتي. زهرة. السلام عليكم. قبل ما أشكر الأكاديمية أشكر دولة مصر الشقيقة نطلع من السودان لوقفتها معانا في الحرب شعبا وحكومة. يعني بشكر أكاديمية كيزت كي على التشجيع لنا. يعني هو الواحد جاب فكرة لكن الفكرة كانت بسيطة صراحة، يعني استفدنا. مصدوحة صراحة ما قصرت وباله طويل، يعني ما بتمل. مرات احنا بنمل من الأسئلة، في بعضنا كده بنمل من الأسئلة، لكن صراحة باله طويل. فأنا بقول لأي واحدة سودانية أو مصرية عاوزة تتدرب تجي كي. والله يعني دي بصراحة يعني هو ما إعلان عن فراغ، لكن إعلان حقيقي. وبشكر الجروب وبشكر مصدوحة وحسناء وهاجر والمستر وكل الطاقم. سمر حلمي. السلام عليكم. صدقني انا بتكسف جدا جدا جدا. هي بتتكسف جدا. استنوا احكي لكم اشرح لكم. استنوا والله هقول كويس بس اديني فرصتي. براحتك. السلام عليكم. احب اشكر اكاديميه كيزت. انا سمر من مناطق. انا عندي بيب سنتر، بس انا حبيت ان انا اطور من نفسي في مجال الكوافير وفي مجال الميك اب، فانا بحثت كتير وفي الاخر لقيت اكاديميه كيزت، فحبيت ان انا اجرب وجيت هنا، وبجد كان اختيار صحيح وستاف كويس جدا محترم جدا، ومصدوح حد محترم جدا، وبجد ده مش اعلان، انا فعلا بقول كده. كل الشكر ليكي، انت حد محترم، حد باله طويل جدا، وبجد ربنا يوفقك من نجاح لنجاح ووفقنا معاكي، وشكرا. هاي عربي. السلام عليكم. انا ايه من حلوان. انا كنت حابه المجال ده قوي من زمان قوي، نفسي ان انا يعني اخش في المجال دوت. اول ما دورت اصلا يعني انا مبدئيا انا بقالي سنه كنت واخده الكورس، وبعد كده فصلت ومس ضحى قالت لي تعالي، ورحبت بيا جدا، ويعني ما قالتليش لا خلاص قعدت سنه والكلام ده، لا هي رحبت بيا وقالت لي تعالي وده مكانك. فانا مش عارفه اقول لها ايه بصراحه. انا قلت خلاص كده انا مش هقدر ان انا اكمل تاني، وكان يعني حصل لي شويه حاجات كده اتاخرت فيها، بس هي مس ضحى يعني ما شاء الله عليكي. يعني عايزه اقول لك ان انت انا مش عارفه اوصفك ازاي بصراحه، والله ما عارفه اوصفك ازاي. انت حد يعني بتدعمينا، يعني بتدينا ثقه في نفسنا اكتر. انا عايزه اقول ان انا الشغل اللي اتعلمته من مس ضحى مخليني مميزه، الناس بتجيني
يعني بتقول لي انت احسن حد في المكان اللي انا فيه، بعمل شغلي بضمير. اهم حاجه ان انا بعمل شغلي بضمير وبستخدم الماتيريال الكويسه، ده بتخلي الناس تجي لي اكتر. وده نصيحه ميس ضحى، نصيحه ميس ضحى ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله نكون يعني الاكاديميه دايما يعني في دعمكم، وان شاء الله كل واحده فيكم اللي فتحت ربنا يوفقها، واللي لسه هتفتح برضه ربنا يوفقها، وكل واحد ياخد الخطوه وما يخافش. المجال حلو جدا، في ناس فاتحه اماكن انا واثقه مش بقل من قدرهم بس مش عارفين يشتغلوا. في ناس تانية انتوا هتبقوا احسن منهم. اي حد بيفتكر ان خارج من الكورس بيقول لك انت لسه متخرجه فاكيد مش هتعملي اللي انا عاملاه في 20 سنه، اللي انا عامله في 30 سنه. مفيش حاجه اسمها الكلام ده. احنا كل يوم بنشتغل على نفسنا. اول يوم في الكورس لو تفتكروا قلت لكم ايه؟ احنا بنذاكر. هفضل طول العمر لسه بحدث من نفسي. لو العميل اصلا حس ان انت الشغل بتاعك السنه دي هو اللي بتقدميه السنه اللي جايه مش هيجيلك. احنا الشغل بتاعنا ده دايما في تطور، دايما انا بجتهد على نفسي، دايما انا بذاكر، دايما علشان اوصل للافضل. مفيش حد بيوصل يقول لك انا خلاص انا وصلت لمرحله اللي انا بقيت تمام، انا قوي في الشغل ده، خلاص هو بيقع. احنا طول الوقت بنذاكر، طول الوقت بنجتهد على نفسنا اكتر عشان نقدم خدمه افضل سواء لينا او لغيرنا. ربنا يوفقكم جميعا.